السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى جمال وأنا الفوتبول شيف. عمرك سمعت عن لاعب مصري اتكرم بلقب أفضل لاعب في آسيا؟ طب ممكن تصدق إن ده فعلا حصل؟ فعلا ده حصل سنة 1970، واللي حقق دوت الأسطورة المصرية الزملكاوية المعلم حسن شحاتة. عايز تعرف ده حصل إزاي؟ تعالى وانا احكي لك. هنبتدي القصه من اولها. اتولد الكابتن حسن شحاته 19 يونيو سنه 47. اتولد في اسره رياضيه، كان بيحب كره القدم قوي. بدأ يلعب كرة القدم من وهو عنده 10 سنين في المدرسة الابتدائية اللي هو كان فيها، وفضل يلعب لحد ما وصل للمدرسة الثانوي اللي دخلها، وكان وقتها بيلعب في المدارس لحد ما وقتها دخل نادي كفر الدوار اللي كان بيلعب في دوري الدرجة الثانية. وقتها المنتخب القومي كان بيروح يلعب ماتشات مع المنتخبات الإقليمية زي منتخب القناة، منتخب الصعيد، منتخب بحري. وقتها كان حسن شحاتة من كتر ما هو لافت النظر في نادي كفر الدوار لعب فعلا مع منتخب بحري، ولعب ماتش قدام المنتخب القومي، واللي لفت نظر وقتها محمد حسن حلمي مدير المنتخب القومي. راح وقال له تيجي تلعب في الزمالك، وطبعا الكابتن حسن شحاتة وافق على الفور لان هو من عشاق نادي الزمالك. راح نادي الزمالك عشان في اول ماتش ليه في نوفمبر سنة 66 يسجل هاتريك، حته كده شغل شحاته ابو كف. لسوء حظ الكابتن حسن شحاته ان بعديها تحصل النكسه سنه 67، وبعديها حرب الاستنزاف، عشان وقتها الكره في مصر ما تبقاش مستقره، ساعات الدوري يتلغي وساعات الدوري يتاجل وساعات ماتشات كتير ما تتلعبش. وقتها جاله عرض احتراف في نادي كازما الكويتي، وفعلا هو قرر ان هو يخوض الاحتراف. راح نادي كازما الكويتي. وقتها نادي كازما كان في الدرجه الثالثه، ولكن بجهود الكابتن حسن شحاتة وطبعا مع زملائه، ولكن بتألقه هو رقم واحد، صعد بيهم من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية، ومن الدرجة الثانية للدرجة الأولى. بعد صعوده من الدرجة الأولى حقق معاهم هداف الدوري الكويتي الممتاز من أول سنة ليه في الدرجة الأولى. ده لفت أنظار نادي العرب الكويتي ليه. وقتها كان ممكن إن أنت تستعين بلعيب من فريق تاني عشان يلعب معاك بطولة دوري أبطال آسيا، وبالفعل نادي العرب الكويتي استعان بالكابتن حسن شحاتة ولعب معاه بطولة دوري أبطال آسيا بمسماها القديم، وسجل معاهم 3 أهداف. وبرغم إن الفترة اللي قعدها معاهم كانت قصيرة، ولكن تألق كبير جدا ولافت للأنظار وقتها. بعد تألقه مع نادي العرب الكويتي ده خلاه يلفت الأنظار في آسيا كلها. كان في جريدة يابانية حاجة كده شبه الفرانس فوتبول، بس هي وقتها اللي كانت بتحدد مين يبقى أحسن لاعب في آسيا، زي الفرانس فوتبول دلوقتي بتحدد مين أحسن لاعب في العالم. وقتها الجائزة ديت رشحت الكابتن حسن شحاتة للجائزة، وفعلا بالتصويت هو اللي فاز بيها، وبقى أول لاعب مصري وآخر لاعب مصري يفوز بجائزة أحسن لاعب في آسيا. كابتن حسن شحاتة حقق الدوري والكاس مع كازما الكويتي، كان هداف الدوري لمدة 3 سنين متتالية، سجل معاهم 85 هدف، وفعلا بقى أسطورة ليهم في الفترة ديت. يمكن معلومة كمان اعتقد ان انا هضيفها لكم، ان وقتها كان ممكن التجنيد الكويتي يسمح بدخول المصريين، وهو فعلا كابتن حسن شحاتة اتجند وقتها، وفعلا وقتها كمان لعب مع المنتخب الكويتي العسكري في كاس العالم العسكري في تايلاند ببانكوك، وكمان لعب مع المنتخب الكويتي القومي في بطولة اسيا. بعدها وبعد استقرار الكرة في مصر قرر كابتن حسن شحاتة طبعا الرجوع لمصر، وطبعا لما يرجع مصر لازم يرجع ناديه اللي بيحبه نادي الزمالك. رجع نادي الزمالك وفضل يلعب فيه لحد سنة 83 لما قرر الاعتزال وقتها. في الفترة ديت الكابتن حسن شحاتة حقق الدوري مرة مع نادي الزمالك، وكمان حقق كاس مصر 3 مرات، وكمان حقق لقب أحسن لاعب مصري سنة 76. في الفترة ديت كمان سجل 77 هدف في الدوري، 5 أهداف في كاس مصر، و6 أهداف في بطولة أفريقيا. بعد ما اعتزل قرر الكابتن حسن شحاتة الاتجاه للتدريب مباشرة، وفعلا درب ناشئين الزمالك تحت 19 سنة لحد ما جاله عرض من الوصل الاماراتي سنة 86، وفعلا راح دربهم. يمكن الفترة ما طولتش، ولكن رجع بعديها درب نادي المريخ في مصر، ودرب المصري، درب الشرطة العماني، ودرب الاتحاد السكندري. كان معروف كمان عن الكابتن حسن شحاتة ان هو دايما بياخد الانديه من الدرجه الثانيه يصعدهم الدرجه الاولى،
وده فعلا حصل مع المنيا والشرقيه ومنتخب السويس. الكلام ده كان في فتره من 96 لحد 2000، عشان في 2003 الكابتن حسن شحاته يمسك منتخب الشباب وكمان يحرز بيهم بطوله افريقيا. وطبعا الجيل دوت احنا عمرنا ما هننساه، لان هو كان نواه الجيل الكبير بعد كده، ولكن ساعتها راح كاس عالم للشباب ادى اداء كويس قوي. مش هننسى مباراته قدام انجلترا، وساعتها الكابتن حسن شحاته بعديها مسك نادي المقاولين، وعلى فكره كان في الدرجه الثانيه وقتها، لكن عمل بيه انجاز محدش يقدر ينساه. خد الكاس المصري، خد كاس مصر من النادي الاهلي، وكمان خد كاس السوبر من نادي الزمالك. الانجاز ده فتح السكه لكابتن حسن شحاته ان هو يمسك منتخب مصر بعد كده. وطبعا احنا مش محتاجين نتكلم عن مسيره الكابتن حسن شحاته مع منتخب مصر، مش محتاجين نتكلم على 3 بطولات افريقيا، دوره حوض النيل، البطوله العربيه، كل البطولات دي اللي خدها مع المنتخب. ولكن هو فعلا الانجاز الاكبر هي الثلاثيه اللي خدها في بطوله افريقيا. بعدها درب كابتن حسن شحاته اكتر من فريق سواء داخل مصر او خارج مصر، درب نادي الزمالك، ولكن ما نجحش نفس النجاح اللي نجحه مع منتخب مصر الكبير، لحد ما قرر الكابتن حسن شحاته اعتزال التدريب واتجه بعديها ان هو يبقى محلل وبقى بيطلع في القنوات. ولكن هو دلوقتي في وعكه صحيه، يا ريت ندعي له بالسلامه. حاولت على قد ما اقدر ان انا الخص المسيره بتاعت كابتن حسن شحاته، وحاولت اركز اكتر على النقطه اللي جاي اتكلم عليها النهارده، وهي نقطه احسن لاعب في اسيا، من طفل في كفر الدوار في البحيره لحد ما وصل لاحسن لاعب في اسيا، وده انجاز محدش حققه قبل كده. كابتن حسن شحاته مش مجرد المدرب اللي احنا كلنا بنسمع عنه او المعلومه اللي احنا كلنا نعرفها كجيل موجود دلوقتي، ولكن هو فعلا اسطوره مصريه زملكاويه. قلت لكم معلومه جديده محدش قالها لكم قبل كده، زي ما انا بتمنى في كل فيديو ليا ان انا اكون ضفت لكم معلومات اول مره تعرفوها، واتمنى ان انا اكون فدتكم. ان شاء الله بعد كده الحلقات هتبقى يوم الاثنين الساعه 7 ويوم الجمعه ان شاء الله الساعه 3. بعد كده هبعد عن يوم السبت طبعا عشان البريمير ليج راجع، طبعا كلنا يوم السبت مش هنبقى فاضيين، هنبقى بنتفرج على الدوري الانجليزي. كان معاكم مصطفى جمال وانا الفوتبول شيف.